السلام عليكم، صباح الخير صباح الخير. اليوم هو أول يوم في رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. وبغيتكم ندوزوا هذا رمضان بالفرح، ودوزوه مع الحباب والناس اللي هنا في إيطاليا، واللي أول مرة واللي هلا داخلين مثال الطاليان وباقيين عندهم الصعوبات باللغة، في اللغة الإيطالية. ودابا راكم عارفين مع رمضان كتبغي بحال هكا تخرجي، تبغي تشري شي حاجة، تمشي عند خضار تسولي بحال هكا شحال الثمن. الا ما كانش عندك اللغة غتصيب واحد الصعوبات. انا نهضر حيت ديجا داز عندي الوالدة، كما داز عندي الاخت ديال مرت خويا كذلك غير العائلة عندي. وصابوا فريمون صابوا الصعوبات في في اللغة. انا نعقل على الوالده من كانت هنا، كانت كتصيب غير لا بغات تسول هكا بشحال الثمن ديال هذه كتصيب كتبغي تصيب صراحه. ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش كيفاش غتبدا هذه اللغه الايطاليه، وخصوصا بالناس اللي بحال مثلا ما قارينش حتى الفرنسي، ما قارينش هادشي علاش اليوم انا بغيت نهضر معاكم، بغيت نعاونكم، وبغيت نقول لكم شي كلمات اللي بسيطين اللي غيعاونوكم هنا في ايطاليا الا بغيتو تمشيو بحال هكا تشريو شي حاجه او اي حاجه. المهم شحال من مره بحال هكا دابا راكم عارفين كيجيو لايطاليا كيسيبوا الراجل الخدام، يعني ما كيجي بحال هكا من الليل ولا بغات تقدر بحال هكا كتكون طيبت كتصيب راسها بحال هكا بلا مثال مطيشه او بلا بطاطا، او ولا بغات غير تمشي تشريها، ما غتعرفش كيفاش دير، ما غتعرفش الثمن، ما غتعرفش كيفاش غتسول. وحنا عارفين العيالات عندنا الله يخليهم لنا، عارفينهم كيبغيو ينقصوا شويه في الثمن، كيبغيو يهضروا مع كيف. المهم ما ديوش عليا انا اللغه العربيه عندي راه ما عنديش معاها، يعني صعيب عليا فريمون، صعيب عليا ندير بحال هكا الفيديو باللغه العربيه، ولكن رغم ذلك غندير هذا الفيديو بالدارجه. وواخا شويه صعيب عليا، ولكن ان شاء الله باغي نعلمكم شي كلمات اللي غيفيدوكم، وبشويه بشويه حنا غنبداو غير بالايطاليه البسيطه، بالكلمات اللي غتحتاجوهم اكثريا، يعني غتحتاجوهم يعني في الهضره او اي حاجه. المهم بحال كيما قلت لكم الوالده عندي كانت بحال هكا تبغي تخرج بحال هكا عند الخضار، بغات غير تسول بشحال هادي، يعني ما غت- لا ما شكون لا ما قلتهاش ليها انا ولا ما مشيتش معاها انا ما غتعرفش. ولكن هادشي علاش بغيتكم ان شاء الله لما كانش بحال هكا ما عندكش الوالد يعني اللي غيعاونك، او خدام او الراجل عندك بحال هكا ما يعني خدام، يعني تقدري تخرجي وتمشي تقداي وديري الفطور ان شاء الله في هذا رمضان الراجل عندك او لولادك، وان شاء الله راه يكون خير. المهم هو اول حاجه اللي بغيت نقول لكم وهي الناس الطاليانيين، يعني الحاجه اللي لا بغيتي تكون معاهم داكور وبغيتيهم يحترموك ويعاونوك، هو راه ضروري الاسلوب هو شنو. يعني الا مشيتي دخلتي مثال السوبر مارشي، دخلتي عند خضار، دخلتي عند اي نيغوسيو، يعني خاصك اول حاجه تقول هي بونجورنو. راه كيف دخلتي اي بلاصه داخل ليها ماشي ديالك، دائما قول بونجورنو. راه هاد الكلمه راه الا قلتيها راه الناس يعني الطالياني او الطاليانيه اللي كاينين في هذاك المحل غيشوفوكم بواحد الطريقه اخرى، وتقدروا كاع تهضروا معاهم ديك الساعه غير بالاشاره وغيعاونوكم. علاش؟ على هذيك الكلمه اللي قلتو من دخلتو، يعني قلتو بونجورنو. وكذلك يعني في العشيه بحال مع الجوج مع الوحده من ورا 12 ديال النهار خاصكم تقولوا بواناسيرا، ما تقولوش بونجورنو. وكذلك الصباح ما تقولوش بواناسيرا، خاصكم تقولوا بونجورنو. هاد جوج كلمات اللي خاصكم تبداو بيهم، واللي نقول لكم راه هاد جوج كلمات راه الا مشيتوا ايتها محل غير قولوها، راه غتساعدكم بزاف. المهم مشيتو مثلا حنا نديرو واحد الاكزامبل، مشيتي عند خضار وبغيتي تقول ليه بشحال البطاطا، يعني غتقول كوانتو كوستانو لي باتاتي.
شحال من مغربي كيغلطوا وكيقولوا كواندو، يعني بالدال، وما كيقولوش بالتاء، يعني كيقولوا كواندو. هو كواندو كتعني امتى، يعني الا كنتي هاضر على الوقت امتى غتجي عندي، كواندو فيني دامي، يعني هذيك الساعه هي فين تقولوا كواندو. اما لا بغيتو تقولوا بشحال، يعني تهضروا على الكميه، خاصكم تقولوا كوانتو. كوانتو كوستانو لي باتاتي، يعني هاد الكلمات اللي كنقول لكم راه غيفيدوكم بزاف وغيعاونوكم بزاف، وغتسيبوا واحد ما ديوش عليا. المهم راه اللغه العربيه صعيبه عليا، وما صعيب باش نهضر بها، ولكن رغم ذلك غنهضر معكم ونحاول نشرح لكم بالبساطه اللغه الايطاليه. المهم هاد جوج كلمات اللي قلت لكم بونجورنو و بوناسيرا، كواندو او كوانتو، يعني الا بغيتو تقولوا بشحال الكميه، يعني كوانتو كوستانو لي باتاتي، شحال البطاطا. يعني وحنا العيالات عندنا المغربيات، الله يخليهم لنا والله يطول لنا فيهم في العمر، كيبغيو يديروا بحكا من تمشي عند الخضار، لا قال لك مثال سولتيه غير على البطاطا وقال لك 2 اورو، يعني 2 اورو على الكيلو، حيت هما كيهضروا على الكيلوغرام. جاتك غاليه. حنا بيان سور خاص بنادم اللي ينقص شويه، يعرف كيفاش جاي لايطاليا، راه خاص ضروري الحياه شويه صعيبه، خاص دائما تشاطر. حنا العيالات عندنا كيتشاطروا محكم مع مول المحل، كيبغيو ينقصوا عليه الثمن. الا بغيتو تنقصوا الثمن خاصكم تقولوا ولكن دائما بالاحترام بالاسلوب ديال الهضره، بالنطق، يعني ماشي بالنطق، مهم غير بالهضره، يعني بجوج كلمات. يعني الا قال لكم مثال 2 اورو على الكيلو، لا بغيتو تنقصوا الثمن قولي نو، يعني تبداو بالنو، اي تروبو كارو، يعني راه غاليه. نو اي تروبو كارو، نو اي تروبو كارو. بغيتو تقول ليه نتوما مثال باغيين تعطيو فيها ماشي 2 اورو الكيلو، باغيين تعطيو مثال غير اورو في الكيلو، يعني اش خاصكم تقولوا؟ فا بيني 1 اورو على الكيلو، فا بيني 1 اورو 50، فا بيني، يعني علامة استفهام. دائما تقولوا بحقه. مثال انا مشيت عنده، دخلت هاد مثال عند هاد الخضار، قال لي غنسولو، يعني غنهضر معاه بالطاليني، غنقول ليه كوانتو كوستانو لي تشيبولي، يعني بشحال البصله. غيقول لي 2 اورو 50 الكيلو. انا كنقول واحد الثمن اللي خيالي، ولكن انا غالي عليا 2 اورو 50 يعني الكيلو. غنقول ليه نو اي تروبو كارو، فا بيني 1 اورو. هو هذيك الساعه غيقول لي سي او نو، تلقى لي سي فا بيني، نو فا بيني. المهم واحد الحاجه اخرى ثاني كنصيبوا فيها الصعوبات، واللي لقيت الام ديالي حتى هي صعبت فيها فريمون الصعوبات. كتمشي بحكم مثال السوبر مارشي، ودابا حيت هنا في ايطاليا غير يعني لا بغيتي لا البلاستيك، يعني لا بوستا ميكا، باش ديال كيسولوك واش باغي ميكا او لا. كيفاش كيقولوا لكم باللغه الايطاليه؟ فوي لا بوستا. هذيك الساعه نتوما تقدروا تقولوا سي او نو، يعني فوي لا بوستا. وشحال من واحد كيغلطوا حتى في هذه فوي، يعني فوي راه ماشي فوي، راه فوي، راه كاين فرق كبير. حيت فوي هي نتوما، فوي راه هي باغي. راه كاين شله كلمات بحال اللي كيكونوا اللي كيطولوا. المهم غير كلمه كتبدل، يعني تبدل السينيفيكاتو، كتبدل فريمون كي غنقول لكم باللغه العربيه، كتبدل بحق كاع الموضوع اللي باغي تهضر. المهم انا بغيت نبدا معكم بهذه الكلمات، وغنبداو ان شاء الله كل مره غنهضروا على موضوع، وكل مره غنديروا دروس اللي نتوما غطلبوا مني، واللي باغيين تفهموا الكلمات اللي بغيتوا تعرفوا باللغه الايطاليه، وانا غنقولهم لكم وغنعاود نكتب لكم هذا الشيء.
وان شاء الله المهم نتوما دخلوا عندي و راكم عارفين دخلوا عندي تشوفوا هاد الفيديوهات اللي غيفيدوكم بزاف. وان شاء الله علاش لا، علاش لا نساعدكم لله. وهذا رمضان، ورمضان راه شهر ديال العباده، وشهر ديال اللي خاصك اللي تعاون فيه بحق الناس اللي محتاجين. وان شاء الله مهم. شكرا.